الناس. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تبارك لنا في ديننا وفي دنيانا، وأن تعصمنا بعاصم من عندك من الشرك والشك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق وسوء الأدب. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن الكريم وبأخلاق سيد الأنبياء والمرسلين وبأخلاق صحابته الكرام الطاهرين. اللهم واحرس بلادنا من كل سوء وشر يا رب العالمين، وكف عنا أيدي الظالمين. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا واحفظه بحفظك وكنايتك. اللهم احفظه بحفظك ورعايتك. اللهم احفظه بحفظك من كل سوء، ولا تكدر عيشه يا رب العالمين. اللهم بارك له في ولي عهده، وبارك له في أمرائه وعماله في كل مكان، واجعلنا جميعا وإياهم ممن يقيم الصلاة على وجهها الذي تقبل عندك يا رب العالمين. اللهم اقبل صلاتنا وأصلح لنا شأننا ونور بصيرتنا، واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. لا أعز عندنا من القرآن يا رب العالمين، فاجعله شفيعا لنا يوم القيامة، واجعله رفيقا لنا في قبورنا، واجعله حليتنا في دنيانا، واجعلنا به من السعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ونسألك اللهم من كل ما سألك عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، فاستجب دعاءنا وزدنا من فضلك، واجعلنا في دعاء الصالحين من أمة محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وأزواجه وذريته وآله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإن هذا الختم المبارك يشرف برعاية وتكريم بحضور سماحة الشيخ الوالد شيخ القراء في المسجد النبوي فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر، وبحضور فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الأستاذ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. ثم إن كل من الأخوين الكريمين والصديقين الغاليين الشيخ موسى بن أحمد العمارين والشيخ حذيفة بن محمد عبد الصمد ثريا قد جاء إلي وسعدت بهما، وقرأ علي كل واحد على انفراد ختمة كاملة من أول القرآن إلى آخره. أما الأخ الكريم والأستاذ الفاضل والحافظ المتقن الشيخ موسى بن أحمد العمارين فقرأ علي ختمة كاملة من أول القرآن إلى آخره برواية حفص عن عاصم من طريقي الشاطبية والطيبة. وأما أخي وابني الشيخ حذيفة محمد عبد الصمد ثريا فقرأ علي ختمة كاملة من أول القرآن إلى آخره برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبي. وقد كان كل من الأخوين الكريمين والحافظين المتقنين على غاية من الضبط والإتقان والاستحضار، وإني أجيز كل واحد منهما بالرواية التي قرأ بها قراءة وإقراء
بالشرط المعتبر عند أهل الرواية والأثر. والشرط المعتبر عند أهل الرواية والأثر هو أن يؤدي كل واحد منهما ما تلقاه على وجه الأمانة، فلا ينقص شيئا ولا يزيد شيئا. وأوصي نفسي وأوصيهم وأوصي من يسمع هذا الكلام بتقوى الله عز وجل، تلك الوصية التي أمرنا الله بها وأوصانا بها. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الختمات خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل من الجميع